صباح الخير يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 كتير من الفيديو اللي فات. انت فين يا رشا؟ ده مش بيتك، مش شقتك. هقول لكم انا فين وهنحكي، بس الاول قبل ما نبدأ الفيديو بقى بتاعنا يلا نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تحطوا لي اللايك بتاعي اللي بيسعدني ويفرحني ويشرح قلبي كده. بحبكم في الله، ربنا يديمكم في حياتي نعمة جوه قلبي وفوق راسي. بشكركم جدا جدا على التفاعل وعلى الكومنتات الجميلة وعلى اللايكات الجميلة اللي زيكم. بجد بجد ربنا يكبر بخاطركم جبر يتعجب منه اهل السماء والارض. يلا بينا بقى نشوف احنا فين وهنعمل ايه ويومنا هيمشي ازاي. بصوا بقى، انا النهارده عند مرات اخويا. طبعا انتوا عارفين او انا يعني اللي متابعني عارف ان مرات اخويا الحمد لله قامت بالسلامه وولدت وجابت لنا عهد الصغنونه. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ويخلي لكل ام اولادها، اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا بقى ايه يعني احنا عندها، هي قاعدة مع ماما في نفس البيت يعني يا بنات، ماما فوق وهي تحتيها على طول، شقتها تحتيها. تمام. فاحنا بقى كنا عندها وكده، فاحنا بنبدل على بعضينا يعني، انا شوية واختها شوية واختي شوية كده، يعني عشان ما نسيبهاش لان هي كانت تعبانة في الولادة بصراحة. والحمد لله ان هي قامت بالسلامة. فاحنا بقى ايه اليومين دول روتيناتنا كده موجودة هناك عند مرات اخويا بقى وعند البيبي الجميل ده وفرحة البيبي والسبوع والدنيا. يعني عايزة اقول لكم يا بنات حاجة تانية كده بجد، لما بيبقى في مناسبة في البيت بتبقى بتحسي بسعادة وبتحسي ان انت مهما عملتي ومهما وقفتي على رجلك مش بتبقي تعبانة ولا اي حاجة ولا بتحسي باي تعب. بجد بجد فرحة حلوة جدا، وفرحة المولود طبعا في البيت يعني وش جديد ورزق جديد. طبعا انا هنا كنت قافله الاوضه على مرات اخويا، فاخويا مستغرب بيقول لي انت قافله الاوضه عليها ليه؟ في حاجه؟ قلت له لا، انا بس عشان الكاميرا جايبه الاوضه من جوه وهي السرير اللي نايمه عليه ظاهر، فانا يا بنات رحت قافله الاوضه عليها شويه. تمام. فوقفت بقى الكاميرا على ما هو دخل وقفل وكده. بس البنوته الحلوه دي بنت اخويا، هي بتعشق تطلع معايا في التصوير، طبعا شفتها في كام فيديو معايا. اول ما لقيتني جايه، انا بقالي كام يوم بروح يا بنات قبل الفيديو ده، فاول ما شافتني جايه قالت لي يا عمته فين الستاند بتاع التصوير؟ قلت لها على طول انا هجيبه بكره وانا جايه. فيومين عدوا تقول لي مش هتصوري بقى يا عمته؟ قلت لها حاضر. فطبعا قلت بقى النهارده بقى ايه اعمل روتين، لان انا مش قاعده في بيتي فمش عارفه اعمل روتينات في بيتي. طبعا يا بنات بنزل بدري، يعني بنزل الصبح ما بلحقش اعمل روتين عندي، بروح على النوم. فطبعا شقتي نظيفه جدا، ما فيهاش اي حاجه. تمام. انا بحاول افطرها من الصبح مش عايزه تاكل تقريبا بقى يا بنات، علشان البيبي الجديد اللي جت. فهي حاسه يا عيني عارفين انتوا بقى لما تبقى الطفل كل الاهتمام بيه والدلع بقى والحب، هي فلما جت عهد الصغنونه بقى هي حست ان في حاجه غريبه، رغم والله مامتها بالعكس يعني مهتميه بيها اكتر من البيبي علشان خاطر ما تزعلش يعني. وكلنا مش مامتها بس، بصراحة كلنا مهتمين بيها، خالتها عمتها التانية، انا باباها حلويات طول ما هو داخل وطالع علشان ما يعني ما تحسش ان في حاجة غريبة. حتى البنت الصغننة يعني عهد الصغيرة بنشيلوها لها علشان خاطر ما تفكرش ان احنا منعينها عنها والكلام ده كله. بس عندها بقى قطعت الاكل خالص يا بنات، ومش عايزة بقى حاجة، يعني نفسها مش جايبة حاجة خالص، وعلى طول بقى عايزة تنام، فاهمين؟ فبنحاول بقى ان احنا يعني زي ما نقول كده نحتويها علشان ما تزعلش. لان الفتره دي يا بنات انتوا عارفين ان صعبه على اي طفل بيجي عليه طفل جديد. بس بصوا بقى يا بنات، انا قلت اروق المطبخ كده الاول اول ما ادخله، عشان النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كشري مصري بقى. فالاول هنروق البيت، هنروق المطبخ بقى بالحوض، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. انا قلت بس افضي الحاجه عشان لو حاجه وقعت على الارض ولا كده وانا بروق يعني اكنسها وكده. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وحطوا لي احلى لايك بقى يا بنات علشان بجد بجد يعني انتوا بتسعدوني جدا جدا باللايكات اللي بتحطوه لي، فضلا منكم طبعا وليس امرا. اللي اول مرة يشوف القناة يحب بيتك مع رشا، لايك واشتراك وفعلي الجرس واضغطي على الكل عشان يوصلك كل اشعار مني. بحبكم جدا جدا جدا. يا رب بس يكون حد بيستفيد من الفيديوهات بتاعتي، يا رب اكون الوقت اللي بقضيه معاكم ما يكونش تقيل ولا بضايقكم في اي حاجة.
بصوا بقى يا بنات، انا بس ايه هلم بس المكرونه والحاجات دي اللي انا كنت بحضرها للكشري، علشان بس ايه على طول وانا واقفه على الحوض كده اشتغل على طول. الاول كده ايه عايزه امسح الرخام واغسله يعني، اعمله بالاسبونشه وكده بعد ما بلم الحاجه دي. طبعا انا واقفه بتكلم فيما وراء الكاميرا يعني فاهميني، فيما وراء الكاميرا حاجات كتير كده راحه وجايه، واللي داخل وطلع اقول له ايه الكاميرا شغاله يا جماعه. إيه يعني في ناس بتدخل كده مش واخده بالها اصلا ان الكاميرا شغاله، فانا افضل اقول ايه الكاميرا شغاله مش انا قلت لكم في الفيديو اللي فات انا لو ما لقيتش حد اتكلم معاه هتلاقوني بتكلم مع نفسي. اهو كده، انا هتلاقوني بتكلم في يوم كده لو البيت فاضي هتلاقوني على طول بتكلم مع نفسي يعني انا نسيت ان انا قاعده لوحدي. هغسل بقى كده الرخامه كويس عشان ايه لو وقع عليها حاجه ومحتاجه. طبعا هتقولوا لي هي الوالده هتاكل كشري؟ لا طبعا، الوالده دي ليها اكلها لوحدها خالص مسلوق. إيه يعني اكيد، وهعمل كشري ازاي بالثوم؟ انا هقفل عليها باب الاوضه يعني هحبسها لغايه ما اخلص اكل. بس مسحنا بقى الرخام، هشيل بقى يا بنات الارض كده الفرشه بتاعه الارض واكنسها، لان وقع مني رز، وقع مني شويه كده مكرونات متكسره فالارض عامله خالص بقى، لازم ان انا اشيل الارض اكنسها. بس بقى همسح كده، قلت ألمع يعني كده، هي الدنيا نظيفة طبعا، الشقة لسه عاملينها وزي الفل ما فيهاش اي حاجة، بس هي مجرد تلميعات كده، مسح بسيط كده للرخام يعني. يعني ده هو مغسول غسلة يعني. بصوا بقى هتجنني، بصوا بقى في الحتة دي جنتني خلتني واقفة فصانة على نفسي يا بنات من الضحك. بعدين وانا بديها العصير الاول بتقول لي، بقول لها خدي، لا يا ربي بقول لها ايه خدي اشربي، فراحت قالت لي ايه انتي بتسكتي بقي يعني عشان ما اتكلمش؟ قلت لها دوشتيني حرام عليكي. كل بقى شويه بص عايزه تطلع حاجات ترميها لي في الارض وبتعكسني يعني، عماله تغني لي. فكنت واقفه بقى، دلوقتي هتلاقوني واقفه باخد معاها صوره مصغره عشان هي عايزاني احط الصوره المصغره بتاعتها صورتها على الفيديو، فعماله بقى ايه بصوا انا بلم هتجنني. فانا هنا باخد معاها صوره مصغره للفيديو بنات، ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي يعني معلش الوقفات اللي بتحصل دي بتبقى صور للفيديو، لان لازم نعمل صورة مصغرة للفيديو يا بنات بس. فهكنس بقى الارض كده كويس عشان الرز اللي وقع والمكرونة، ولو في حاجة تانية في الارض المها. بصوا عمالة تحدف بتعكسني علشان انا افضل اهزر معاها. هي اليومين دول بتحاول تعمل لفت نظر، فاهمين يعني، بتحاول تلفت نظرنا على اي حاجه، لو زعلانه تلفت نظرنا ان هي زعلانه، إيه تهزر عايزه اللي حواليها يهزر معاها. فطبعا كل ام فاهمه الحركات دي بتتعمل ليه يعني. إيه لما يكون في مولود جديد داخل إيه يعني اتولد وكده، اللي قبله لازم يعمل الحركات دي لفت انتباه على طول. بس هلم بقى ايه الكركبه، بصوا انا هي عماله بقى تغني في الحته دي. انا لو فتحت لكم الصوت الاصلي بتاع الفيديو يا نهار ابيض على الدوشه اللي انا كنت فيها. بتقول لي بقول لها ايه خدي اشربي شويه عصير المانجا، راحت قالت لي إيه يا عمته هو انتي بتسدي بقي يا عمته عشان ما دوشكيش ده؟ فبعدين بعد جت تشرب قالت لي ده مش حلو طعمه مش حلو، قلت لها لا حلو، قالت لي يا عمته انا بقول لك طعمه مش حلو، قلت لها وانا بقول لك طعمه حلو اشربي بقى واسكتي. جنتني. بس هي بصراحه عسل، ربنا يخليها لمامتها وباباها يا رب، ويجعلهم يا رب صالحين ليهم وبارين بيهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وما يحرم أم من ضناها أبدا يا رب، ولا بيت كده من دوشة الأولاد وفرحتهم بأولادهم. هنا بقى وأنا بروق لقيت الكام بطاطاية دول، حسيت إن هم هينشفوا ويتبلوا، فقلت إيه هحطهم في الفرن كده كده. أنا بدس رز في الفرن لمرات أخويا يعني، فقلت أحطهم كده جنب مرام الرز يتشووا يعني، افضل ما يبوظوا ويترموا خساره يعني. بس فبدات بقى ايه ادخل بقى كده على المواعين اغسلها. الحوض ده جنني علشان مفيش رخامه تسد الميه، بقيت خايفه ينزل كله على الصاله، والصاله بره السجاد مفروش كانت هتتبهدل بصراحه. فبقيت كل شويه اسد بحته المطبخ بفوطه المطبخ، اجر الميه بايديا بس. يلا لحقنا الحمد لله، مفيش حاجه نزلت وحاجه اتبهدلت الحمد لله. هنا هي عماله تكلمني وانا عماله ارد عليها بتناكف فيا. بس شوية مواعين بقى كده صغيرين يا بنات، وندخل بقى على المعمعة. المعمعة بقى اللي بجد بعد الأكل
يعني بعد يا بنات الغدا مش عايزه اقول لكم، لا مش عايزه، هتشوفوه في فيديو تاني، لان طبعا مش هقدر ان انا اجمع فيديوهين في الفيديو ده. فالفيديو التاني بقى بتاع بكره ان شاء الله هتشوفوا فيه العجب. انا عايزه لايكات كتير 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 على التعب اللي انا شفته. بجد انا عايزه اقول لكم، انا جيت على الساعه 8 كده ولا حاجه، حسيت ان انا فصلت. 8 بالليل حسيت ان انا فصلت ومش قادره اتحرك خلاص بقى، اللي هو إيه، كل ما حد يجي يساعدني اقول لهم لا. إيه يعني اخت مرات اخويا تيجي تساعدني اقول لها ايه، لا سناء اقعدي في جنب انا بصور. إيه طب يا بنتي نعمل معاكي حاجه تعبتي، اقول لها لا 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 ما فيش حاجه وانا بصور. إيه تيجي اختي تقول لي يا بنتي، اقول لها خلاص يا ستي اقعدي بقى، قلت لك انا شغاله انا بس جيت في الاخر بقى يا بنات، حسيت ان انا مش قاعده، مش قادره ولا ايه مالي، ده انا باين عليا لسه مهيسه ولا ايه. إيه رحت قاعده ورحت قايله لهم ايه هاتولي طبق رز بلبن، كانت ماما بقى عملت لنا رز بلبن، فقلت لها هاتولي طبق رز بلبن وكوبايه برتقان، حاجه ساقعه يعني بيبسي، ومحدش يتكلم معايا شويه كده. فاهمين اللي هو باظ الرجيم وباظ كلام الدكتور اساسا، يعني انا اساسا الدكتور عايزني اخس، فما بالكوا بقى ان انا ايه اللي انا بعمله في نفسي ده. قعدت كلت طبق رز بلبن وشربت كوبايه البيبسي وبعدين قلت لهم ايه، بقول لكم ايه انا قايمه مروحه. لو قعدت اكتر من كده مش قادره. فاختي راحت قالت لي ايه طب البطاطا، قلت لها طب هاتي واحده هاتي واحده. فحاله صعبه، هتخن تاني. اه والله العظيم. عملتي ايه يا رشا، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا هقول لكم. الازازه دي كان فيها ميه ساقعه تمام كده، فانا جبتها قلت ايه دي ساقعه خساره، خليها نشربها في الحر اللي احنا فيه ده. ففضيتها في الازازه التانية دي، والميه اللي انا بفضيها دي يا بنات ميه مغليه. الدكتور يعني بتاع عهد بيبي عهد كن قايل لنا تغلوا ميه وتحطوا لها فيها الدواء يعني. فاحنا كنا بنغلي الميه ونسيبها تبرد، فبدل ما كل شويه نغلي الميه مثلا ونسيبها، فاحنا غلينا شويه ميه وكنا حاطينهم يبردوا في الكوبايات دي. فقلت لا، بدل ما في حاجه كده ولا كده تيجي على الكوبايات، افضيهم في الازاز دي واركنها. فاهمين؟ فلازم الميه تبقى يعني مش سخنه طبعا، ده بيبي صغير. بس فقلت احطها في الازاز طبعا افضل من البلاستيك مش لما الحاجه بتفضل فيها فتره طويله دي مش حلوه يا بنات. فالامن والانضف يعني والامان والصحي بمعنى اصح هو الازاز. بس انا عايزه اقول لكم في شويه مواعين لسه هجيبهم تاني، ما تمشوش لسه انا هلف ورا هلاقي شويه حاجات كده هفضيها وحاجه اغسلها تاني، وكمان هضرب الطماطم بتاعه الكشري وهغسل خلاطها ومش عارفه ايه، عماله اغسل. ما انت راجعه يا ستي، يا ستي والله العظيم راجعه تغسلي تاني. انا بعشق اغسل الحوض يا بنات، عندي كده عشق ان انا اغسل، طول ما انا واقفه اغسل في الحوض بتاعي. فاهميني؟ بحب الرخامه تبقى ملعلعه كده ونضيفه وجميله. بس همسح بقى كده الرخامه زي ما انتم شايفين، واسد بقى عشان ما فيش ميه تنزل كده ولا كده. وتعالوا هنرجع تاني نغسل شويه مواعين. هفضيهم ونرجع. شفتم انا رجعت لكم في ثانيه في ثانيه. هغسل كمان شويه المواعين دول بقى يا بنات مكان ضربت طماطم الكشري وكده، ومش عارفه عملت ايه تاني. وغسلت الطبق ده غسلت فيه الحاجه يعني الخضار وكده. الايام الجايه بقى بنات ان شاء الله نصور السبوع كده والتبييته والكسكسي والحاجات الحلوه بتاعت السبوع دي. كل شويه وانا قاعده اقول لهم مش هتجيبوا السبوع اعبيه. فاخويا يبص لي كده يقول لي تعبي ايه، انا هجيب جاهز. بعدين اقعد شويه كده اقول له ايه، مش هتجيبي السبوع اعبيه، راح جاي لي تصدقي بالله انا هجيب لك تعبي عشان انا تعبت منك يا ستي. هتعبي ايه، ما انا هجيب لك الحاجه جاهزه احسن. اقول لهم لا انا ماليش دعوه، انا عايزه اعبي السبوع. يقولوا لي الحاجات دي بطلت يا بنتي، بنجيب الحاجه اقول لهم ماليش فيها، تقولي حاجات اعبيها انا ماليش دعوه، انا عايزه اعبي السبوع. فكل ما اروح واجي بقى يضحكوا عليا يقولوا لي ايه، رشا يلا عشان هتعبي السبوع، أنا لسه السبوع ما جاش اساسا، السبوع ايه اللي هعبيه؟ فعمالين يتريقوا عليا يعني يا بنات، يعني فاهمين؟ يقولوا لي الشغل ده خلص من زمان، ايه اللي خلصه يعني؟ ما الناس كلها بتجيب سبوع وتعبيه، ايه المشكله يعني؟ لازم يطلع موضوع الجاهز ده. بس خلصت بقى شوية المواعين دول، تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه على البوتاجاز وهنعمل الاكل ازاي.
ما تقفلوش الفيديو بقى، اللي وصل معايا لغايه هنا يستنى عشان هيشوف احلى طبق كشري بجد. انا استاذه في الكشري يا جماعه، انا بعترف على نفسي ان انا استاذه في مش غرور والله، بس انا فعلا بعشق كده وانا بعمل الكشري. عايزه اقول لكم، اي حد عايز كشري تعالي يا رشا، فاهميني؟ اي حد عايزني يا جماعه تجيله، يعني مصر، اسكندريه، عندنا اي بلد يعني عايزين كشري اجي اعمل لكم من عينيا الاتنين. انا بصوا اوبشن، يعني الحقوا العرض قبل ما يخلص. بس بقى هجيب بقى الحلل كده الكتيره، ومحدش يقول لي ما عملتوش ليه في حله واحده، وربنا ما بعرف، عشان في كتير كل ما اجي اعمل كشري الاقي اختي تقول لي ما تعمليه في حله واحده، ماما تقول لي ما تعمليه في حله واحده، فاهمني؟ وعمتي تيجي تقول لي انت كل الحلل دي ليه يا رشا؟ اعمليه في حله يا جدعان، وربنا ما بعرف. انا فعلا ما بعرفش اعمل كشري في حله واحده. يعني ايه اعمل في حله واحده؟ يعني مش فاهمه. يعني احمر الشعريه وبعدين احط عليها الرز وبعد مش فاهمه. يعني انا عمري ما جه في دماغي يا بنات ان اجيب فيديو مثلا لحد بيعمل كشري في حله واحده واتفرج عليه عشان اعمله. صدقوا بقى، رغم ان طب ما انا بدل ما انا محتاره كده بيتعمل ازاي، ما انا اجيب فيديو واتفرج عليه. بس انا بحب اعمل الكشري كل حاجه لوحدها يعني. في مثلا ناس مش بتحب تحط شعريه على الكشري، وفي يعني انا عندي مرات اخويا ما بتاكلش شعريه على الكشري، عندي بنتي ما بتحبش المكرونه على الكشري، بتحب يا دوبك الشعريه والرز اللي انا بعمله، والسلطات يعني والحاجات دي، فاهميني؟ فانا لما اعمله في حله واحده طب يعني هنوع للناس دي ازاي؟ الناس دي احط لها اللي هم عايزينه ازاي يعني؟ فانا مش عارفه ايه نظام الحله الواحده اللي طلع ده. كل ده يعني عشان ما نعملش مواعين يا ستي؟ مش مشكله. بصوا بقى يا حبايبي، هنا الحمص الشام بعد ما فضيته من الكيس لقيت فيه غله، اللي هي بتاعت البليله دي، لقيت كتير قوي، فما كنتش هينفع ان انا اسلقه كده، فنقيتها بقى وانا بغسله. تمام. هغسل بقى الطماطم. الحمد لله الطماطم رخصت اهي شويه يا بنات، بقت ب 12 جنيه يعني. بس هضرب بقى الطماطم كويس كده. دي بقى طماطم الصلصه يا بنات، هعملها ازاي؟ انا طبعا قفلت الاوضه على مرات اخويا لاني هعمل بتوم، والثوم غلط على الجرح بتاعها وكده. تمام. الخلاط باين عليه مش عايز يضرب. هنا بقى ماما دخلت وما تعرفش ان الكاميرا شغاله فانا حطيت، ما عرفتش ان انا اقص الفيديو بصراحه، الحته دي مش هعرف اقص من النص يعني، فحطيت ايموشن كده يعني. عماله اقول لها، او بعد بقول لها اساسا بعد بعد ما دخلت، مش مثلا انا شايفاها اقول لها ماما خلي بالك الكاميرا مفتوحه، لا، بعد الكاميرا ما بعد ما دخلت وطلعت تقول لي يا لهوي دي الكاميرا مفتوحه. انا دايما بعمل فيهم الحركات دي. بصوا بقى، هنا انا حطيت العدس ابو جبه على النار، هسيبه يستوي براحته بقى كده. والحله ديت، لا مش دي، في حله هجيبها دلوقتي املاها الميه مالي في ايه؟ مالي. ورا هنا حطيت في الكسرولة دي حطيت الحمص الشام، وهنا العدس ابو جبه. هنا بقى هعمل ايه؟ هتعملي ايه يا رشا؟ اكيد هعمل حاجه ما دام حطيت الزيت. هعمل ايه؟ طب انا عارفه بنتها. اه هعمل الصلصه. هحط معلقه توم كده حلوه، وابدا بقى ايه اشوحها كده. بس انا يا بنات مش بحمر التومه قوي، انا بس بديها تشويحه كده، مش بخليها تبقى بتخليها تبقى اقل من الذهبي كده، مصفرة بس يعني. هشوحها كويس جدا كده، وبعدين انزل بيها على طول على هنزل بالصلصه على طول بقى. هنا بقى حطيت حله فيها ميه، وحطيت شويه ملح، وهسيبها بقى تغلي عشان اسلق فيها المكرونه. هنا بقى ايه، جبت المصفى عشان اصفي الصلصه. بس هبدأ بقى اصفي كده آه، الطماطم زي ما انتوا شايفين، لان الخلاط بيبقى فيه حتت قشر طماطم كده، انا مش عايزه يبقى في الصلصه كده يا بنات، عايزاها صافيه. هحط بقى ملح كده في الميه بتاعه المكرونه اللي هسلق فيها. صفيت بقى هنا يا بنات المكرونه خلاص استوت وصفيتها، وقلت بقى ايه في نفس الحله كده احمر شويه الشعريه يعني. حمرناها، حط بقى ايه كده زي قيمه كوبايتين ميه كده لغايه ما تستوي الشعريه، وبعد كده هصفيها. كده يا بنات بقى انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. هبدأ بقى اغرف الكشري،
بصوا بقى انا عملت ايه في الرز. انا سلقت العدس وخدت منه شويه بالميه بتاعته وعملت فيها الرز. احنا بنحبه بالطريقه دي، في ناس بتحبه بالشعريه وناس بتحبه بالعدس الاصفر، بس احنا بنحبه بالعدس بجبه، بيبقى طعمه حلو جدا يا بنات، جربوه هيعجبكم. عملت كمان شويه السلطه الخضراء ديت جنبه، وعملت دقه بالثوم والخل والكمون، وعملت كمان شطه. هغرف بقى كده معاكم رز على مكرونة على الشعرية على حمص الشام. هتشوفوا بقى شكل الطبق يا بنات، بجد بجد يفتح النفس. طريقته سهلة وبسيطة، مبياخدش وقت كتير بجد. لما تبقى ايدك كده في كل حاجة، حاطة كذا حاجة على النار، هتلاقي نفسك ايه خلصتي. كمان كنت هنا بقى عملت شوية بصل كده بتاع الكشري، فروحت بقى حطه. هغرف بقى كده شوية السلطة. طبعا انا بعمل السلطة بحط عليها شوية مية وشوية خل وبعصر عليها ليمونة، والملح طبعا بتاعها. ودي الشطة اللي انا عملتها، برضو شوية خل على شوية مية على الشطة. مرضتش احمر طبعا الشطة زي ما بحمرها على النار عشان مرات اخويا طبعا مش هينفع. هنا بقى العدس اللي كان فاضل، حطيت بقى كده على وش الطبق كده، وهنزل بحمص الشام. يا سلام، بصوا شكل الطبق عامل ازاي. انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش باللايك والسبسكرايب، واضغطوا على الجرس، واضغطوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، ربنا يديمكم في حياتي نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.